ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض روتين في المطبخ، هنعمل كده شويه تجديدات كده في المطبخ، وهنعمل مع بعض الغدا مع بعض. طبعا في البدايه زي ما انتم شايفين كنت جايبه طقمين من توابل ايكيا. طبعا كلنا عارفين ان الطقم التوابل ده جميل جدا بصراحه ومحكم الغلق. طبعا بص، انا كان عندي هنا طقم قديم فبغسله عادي في الحوض، عشان انا متاكده ان مفيش ميه تدخل جوه البرطمان. طبعا هو محكم الغلق. وطبعا غسلت طقم التوابل الجديد طبعا قبل ما احط فيه اي توابل عندي. لازم نغسله كويس جدا وننشفه عشان لو ما نيجي نحط البهارات بتاعتنا البهارات ما تعملش رطوبة معانا. هنا كمان بدأت اغسل الرخامة والسيراميك عندي عشان احط طقم التوابل كده على الستاند الجديد اللي انا جايباه. كنت جايبه كده طقم ستاند كده جديد حلو جدا بصراحة يا بنات اهو. هو معدن، الماتيريال بتاعته معدن وخامته حلوة قوي يعني وجميل بصراحة. فانا هنا بدأت ان انا اركبه. هو دورين، في منه 3 وفي منه 2، فانا عشان مساحة المطبخ عندي والرخامة فجبت اللي هو ايه دورين. طبعا انا حبيت ان انا احط التوابل قدامي على الرخامة عشان هي واخدة مساحة كبيرة عندي في المطبخ، يعني واخدة ضرفة كاملة حاطة فيها التوابل، فحبيت ان انا اخليها قدامي هنا. فجبت الستاند ده وجبت طقمين توابل من ايكيا وايه وهحطه هنا وشكله حلو جدا يا بنات بصراحة. الماتيريال بتاعه حلو وشكله حلو بصراحة. طبعا بتركبيه بكل سهولة، هي بس الصامولة من هنا ومن هنا وبيتركب معاكي في ثواني. شكله حلو قوي بصراحة على الرخامة ومش مضايقني خالص ومكانه مناسب. هنا بقى بدأت ان انا انشف البرطمانات كويس جدا عشان لو حطيت التوابل والبرطمان فيه مية هيعمل رطوبة والتوابل بتاعتي هتبوظ. بصوا هنا يا بنات خلاص ظبطتها ومسحت ازازة الزيت والخل، وبصوا شكلها حلو جدا ازاي. بصراحة عجبتني جدا وحاسة ان مكانها يعني مناسب عندي في المطبخ. بصوا بقى هنا قلت يلا خليني بقى اما اعمل الغدا كده بسرعة قبل ما الوقت ما يضيع معايا. كنت جايبه كرومبايه كده صغيره فقلت ايه هعمل لهم محشي النهارده. فانا هنا بحب في خلطه المحشي بحب اكتر البصل، يعني حطيت كميه بصل كبيره. وانا كمان بضربها في الكبه بحط كده ايه معاها فلفل اخضر. فبدات كده افرمه بس ما بفرموش ناعم، يعني هي بس ضربه واحده كده لحد لما البصل يتخرط معايا وخلاص، يعني ما بخليش البصل يتعصر جامد. بصوا هنا بقى جبت بقى الطاسة وحطيت شوية زيت حلوين كده، وبعدين نزلت بالبصل على الفلفل ويدوب بس كده هديله بس تتبيلة، يعني يدبل معايا بس ما ياخدش لون. اول ما البصل ما يدبل هنزل بالطماطم، والطماطم دي عندي كنت مفرزاها في الفريزر. وحطيت كمان رشة سكر عشان حموضة الطماطم، وحطيت الملح والفلفل والكمون، ولو حابة تحط كزبرة وبهارات براحتك. هديله كده بقى تقليبه واسيبها ايه تتسبك براحتها، يعني تتقل معايا كده. وهنا بقى كنت غسلت خلاص الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة غسلتها كويس جدا ونشفتها. في ناس ما بتحبش تحط البقدونس على المحشي، براحتك اللي انت حباه اعمليه. بدأت كده اقطعه تقطيعه كده بالمنظر ده. وبعدين هبدأ بقى ان انا اقطع الكرنبايه معايا. كنت جايبه كده كرنبايه بقالها يومين عندي كده فقلت يلا خليني اعملها احسن ما تبوظ عندي في المطبخ. بدأت اقطعها كده، بشيل بس الورق الاخضر اللي بره، وانا بحب اغسلها بصراحه قبل ما بسلقها. بقطع كده ورقه ورقه وبحط كده ميه ومعاهم بس كده معلقه خل بسيطه عشان بس ايه اضمن نظافه الكرنب معايا. هنا بدأت اغسله كده ورقة ورقة واطلعه من الخل لو في اي حاجة بتنزل معايا في المية. بنزل المية تاني، طبعا انا غسل الحوض ومنضفاه كويس جدا قبل ما ابدأ فيه. بغسل تاني كده وبعدين بسدها وبعدين بشطفه تاني بمية نضيفة، يعني بغسله كذا مرة كده لحد لما اتأكد ان الكرنب نضيف معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا في الوقت ده كنت حاطه الطماطم بتتسبك على البوتاجاز وكنت بغلي الميه عشان اسلق فيها الكرنبايه. بدأت كده انزل بالكرنب بتاعي وبحط رشة ملح ورشة كمون، وبعدين ببدأ اسلقها. ما بحطهاش كتير، يعني يدوب بس دقيقة كده في المية، هي المية اللي بتغلي، وبعدين بطلعها على طول ما بسيبهاش اكتر من كده. بصوا هنا انا كنت الكرومبايه دي صغيره يعني مش كبيره بصراحه، حجمها صغير هتعمل معايا صينيه حله صغيره. بدأت كده بقى اطلع خلاص، سلقت الكرنب بتاعي.
قلت خليني بقى قبل ما اقور البتنجان وكده خليني اسلق اللحمه واسيبها تتسلق براحتها. انا ما باجي اعمل اللحمه بحب اشوحها الاول، يعني بديها تحميره كده بسيطه على البوتاجاز، يعني بخليها تاخد اللون البني كده. وبعدين اول ما بتوصل كده المرحله دي بنزل بقى بالطماطم والبصل والورق لورا لو عندك جزر، وحطيت كمان حبهان، اي التوابل بقى اللي انت بتحبيها احطيها. وكنت بغلي ميه على البوتاجاز، ونزلت بالميه المغليه واسيبها بقى تتسلق براحتها. قلت بقى خليني بقى اما اجي هنا اعمل خلطة المحشي. غسلت كمية الرز اللي انا هستخدمها، وبعدين لما باجي اعمل خلطة المحشي بحب احط فيها بصل ني، يعني بحط كده بصلاية صغيرة ببشرها، وبعدين بقى بنزل بقى عليها بالخضرة وبالصلصة بتاعتي. طبعا في الوقت ده كنت قعدت خلاص قطعت الورق الكرنب وقورت البتنجان وخلصت كل حاجة. على البصلايه بقى ان حطيت معلقه صغيره من النعناع الناشف، وحطيت ملح وفلفل واديتهم كده تقليبه، وبعدين نزلت بالخضره والرز. هنا بقى نزلت بكميه، انا بحب اكتر الخضره فيها. نزلت هنا بقى بكميه الصلصه، بحب اسبكها لحد لما بتنشف معايا، وبعدين بنزل بالكميه اللي انا محتاجاها، وبسيب في الطاسه شويه كده عشان دي اللي هسقي بيها المحشي بتاعي. بسيب حوالي كده يعني نص كوباية صلصة، وبعدين بسقي بيها المحشي بتاعي. هنا بقى في قعر الحلة نزلت بشوية خضرة او العروق بتاعة الخضر اللي هي اتبقت معايا، وبنزل كده بطرنشات البصل، ولو بعمل ورق عنب بحط طرنشات ليمون وطماطم، بيبقى حلو جدا بصراحة. هنا بقى بدأت ان انا احشي، قعدت بقى مع نفسي كده احشي البتنجان والكرنب مع نفسي. بصوا بقى هنا الشوربة جميلة جدا يا بنات. واخر حاجة بقى بحطها الملح والفلفل الاسمر، ما ينفعش احط الملح في الاول، اللحمة مش هتستوي معايا. هنا بقى ولعت على الصلصة تاني اللي هم اتبقوا معايا، ونزلت كده بمرق الدجاج، ونزلت بكمية الشوربة اللي انا هسقي بيها المحشي قصدي الكرنب والبتنجان، الكمية يعني اللي انا هحتاجها. الشوربة يا بنات اعملوها بالطريقة دي بتبقى حلوة قوي، احسن ما انت تغلي المية وتنزلي باللحمة تسقطيها، بتعمل ريم كده على الوش ومش بتبقى حلوة بصراحة. فالطريقة دي حلوة قوي. بحب ان انا احمر اللحمة الاول، وبعدين بنزل عليها بالطماطم والبصل وكل التوابل اللي انا قلت عليها، وبشوحها معاها، وبعدين بنزل بالمية. بتديني شوربة جميلة جدا يا بنات. بصوا بقى هنا خلصت كل حاجة، المحشي ولعت عليه وسقيته وكله تمام. ده بقى الجزء اللي مش تمام. بصوا المطبخ، يعني عشان هعمل حلة محشي هبهدل المواعين دي كلها. بصوا هنا فقلت يلا مغسلهم كده عشان ما يبقاش ورايا حاجة، ولسه كمان المواعين اللي هتطلع بعد الغدا. هنا بدأت اغسلهم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المحشي الاكلة الوحيدة اللي بيطلع منها مواعين كتير، يعني عشان هنعمل حلة محشي هنبهدل المواعين دي كلها. بصوا يا بنات استنوني بقى الفيديو الجاي، هغير كده شوية حاجات بسيطة عندي في المطبخ، وهنظبط كده شوية حاجات. استنوني بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هنا بقى كنت بقول لكم خلاص خلصت المطبخ وبقى زي الفل بقى ومن هنستقبل المواعين التانية اللي هتطلع بعد الغدا. هنا طبعا ابني قال لي ماما انا عايز لسان عصفور، فقلت له ماشي. فبدأت كده احمر شوية لسان عصفور، واحنا متعودين ان احنا بناكل اللحمة متحمرة. جوزي بيحبها متحمرة، فبدأت كده ان انا احمر على قدنا بالشكل ده. بحط معلقة سمنة بلدي وابدأ احمر اللحمة، وبعدين بديها بس رشة ملح وفلفل. هنا برضو لسان العصفور بحمره. لسان العصفور لو مش حمرتيه كويس جدا هيطلع ني معاكي كأن مكرونة مسلوقة كده، بس لازم تديها اللون الذهبي دي كده. وبعدين بتنزلي عليها بكمية الشوربة، وبتغطي عليها غلوة واحدة وتطفي عليها، وبيبقى بيستوي معاكي وبيبقى تمام. بصوا بقى هنا ده بقى طعم الانجاز، ده بعد ما تخلصي بقى كل حاجة وتشوفي ان انتي انجزتي حاجات بقى، دي احلى حاجة في اليوم. هنا خلاص المحشي الكرنب البتنجان استوى معايا، والكرنب كمان استوى معايا. في صباع هنا ناقص طبعا مش انا اللي اكلته. وهنا خلاص بقى خلصت الاكل بتاعي وكان كله تمام الحمد لله رب العالمين، واتغدينا.
بصراحة ما غرفتش بقى الاكل معاكم عشان انا كنت مستعجلة ونازلة يعني اجيب طلبات وللمدرسة. وهنا خلاص بصوا لسان عصفور. استنوني بقى الفيديو اللي جاي، ومتنسوش يا بنات تدوسوا على اللايك.